السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين فراخ بلدي محشية بالرز بالكبد والقوانص، بس حاجة كده تحفة، وفراخ عتاقي ما شاء الله. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. هنعمل الخلطة بتاعت الرز. هنحط حلة على النار، هنحط فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، وهننزل بقى ايه بالكبد والقوانص. الكبد والقوانص دي متقطعة قطع صغيرة كده، غسلناها طبعا بالملح والليمون ومصفينها كويس. نزلنا بيها كده، خدت صدمة كده، وحطيت لها ايه معلقة فلفل اسمر، طبعا علشان الفلفل الاسمر ينكهلي كده ريحة الكبدة ويحوش منها ايه اي زفارة كده. هتاخد تشويحة بقى، الكبد والقوانص تاخد تشويحة كده. وهنزل عليها ببصلتين كده متقطعين مكعبات صغيرة. وهديها تقليبة كده، وهحط لها معلقة ملح علشان البصلة تدبل معايا كده. والكبدة تتشوح، واغطي عليها بقى واسيبها 5 دقايق كده ولا حاجة، لحد ما البصلة تدبل والكبدة كمان تتشوح كده معايا. في الأثناء دي بقى هكون غاسلة الرز. طبعا الرز والكبدة والكبد والقوانص والرز طبعا على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. انا هنا عندي حوالي كيلو رز مصري عادي مغسول ومتصفي، نزلت بيه على الكبد والقوانص كده، هديها تشويحة حلوة علشان تاخد كده من الكبد والقوانص والبصل كده، تتقلب تقليبة حلوة. انا طبعا هاخد الرز اللي هحشي بيه، بس مش هسوي الرز كله علشان طبعا انا هسوي الرز اللي هحشي بيه الفراخ نص سوا، فانا هاخد كده على قد الفرختين اللي هحشيهم، هاخد المقدار اللي انا عايزاه، وهسيب بقية الرز هبقى اسويه وقت الاكل. انا كده طفيت النار طبعا على الرز التاني. وهحط بقى الرز اللي هحشي بيه الفراخ، هحط له ميه، يعني الميه بتاعته يدوب مش مغطيه الرز كده. هحط له شويه ملح وهغطي عليه على لحد ما يستوي يعني، او يتشرب. هو ما بيستويش يعني، بيبقى نص سوا لان ميته شويه كده. الرز بعد ما خلاص شرب ميته يعني ودخل في نص السوا كده، طفيت عليه بقى هسيبه يهدى شوية. ومعايا دول فراخ بلدي، فراخ بلدي عتاقي. دي فراخ بلدي عتاقي، مش فراخ بلدي صغيرة يعني، لا ده عتاقي. العتاقي دي بتبقى يعني امهات يعني. بس الفراخ دي بتبقى جميلة اوي في الاكل يعني، وسمينة. فانا بحب اجيبها يعني لما اكون عايزة اعمل فراخ محشية، او فراخ او مثلا اعملها مع محشي او اي حاجة. الفراخ بتبقى دي فراخ بلدي مش فراخ بيضة، لا فراخ بلدي عتاق. طبعا انا غسلاهم حلو، نقعهم بخل وملح وليمون ومصفيهم كويس علشان ابدا احشيهم. انا طبعا وانا عاملاهم سايبه الزور بتاع اللي هو الرقبه بتاعه الفرخه. طبعا انا شايله منها الرقبه اللي هي العظمه، يعني الرقبه اللي بالعظم شايلاها، وسايبه سايبه الزور بتاع الفرخه كده علشان احشيه كده رز. هو مبقاش في الرقبه يعني، انا شايلاها طبعا وغسلها كويس وسايباها كده علشان احشيها كده، بيبقى بيبقى حلو يعني. الزور بتاع الفرخة ده لما بيبقى محشي كده بيبقى يعني عامل زي الممبراية كده، بيبقى جميل يعني. طبعا انا هحشي بقى الزور، وهحشي قلب الفرخة من جوه بالرز اللي احنا عاملينه. طبعا الرز ده برضه عشان معمول بالكبد والقوانص ما شاء الله بيبقى طعمه حلو يعني، وبياخد تيست حلو من الفراخ كمان، الرز اللي محشي في قلب الفرخة. وكمان الرز اللي انا طبعا عاملة حساب ان انا عاملة الرز اللي جنب الفراخ يعني من نفس الرز اللي حشيت بيه. عاملة رز برضو سايباه علشان هسويه برضو ناكله مع الفراخ يعني. فطبعا هحشي بقى الفراخ كده زي ما احنا شايفين.
انا طبعا وانا بحشي الفراخ حاطه حله على النار وحاطه فيها ميه علشان تغلي، علشان ايه اسوي فيها الفراخ. هحشي بقى قلب الفرخه كده بالرز والزور بتاعها كده. الفراخ زي ما احنا شايفين هحشي فيها هحشيها من قلبها ومن الزور كده بالرز اللي احنا عاملينه نص سوا. وهكتفها وهحطها بقى ايه في الحله اللي احنا مجهزينها. انا حاطه حله بتغلي على النار اللي هسوي فيها الفراخ، لان الفراخ دي بتاخد سوا شويه يعني. مش زي الفراخ الصغيره دي بتاخد سوا شويه، فلازم ايه تتسلق في شوربه علشان تستوي كويس. فهكتفها كده واظبطها ايه، والحله على النار بتغلي، محط لها طماطم وبصل، وهسقط فيها ايه الفراخ، واحط لها فلفل اسمر طبعا الفلفل الاسمر في التوابل بتاعته. وهسيبها بقى لحد ما تستوي، هي تاخد حوالي ساعة ونص لساعتين على حسب الفراخ يعني. هغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. معانا بقى الفراخ كده ما شاء الله بعد ما استوت حطيت لها الملح. شايفين ما شاء الله عاملة شوربة خطيرة يعني، بتبقى شوربتها جميلة قوي للمحشي والحاجات اللي زي دي كده. طبعا هي بعد ما الفراخ استوت كده انا هاخد شوربة من الفراخ اسوي بيها الرز اللي كان فايض يعني. الرز الدون انا ما سوي يعني، لما حطيته ما خلاص ما سويتوش يعني، فهبدأ بقى ايه احط له شوربة من بتاعة الفراخ واسويه بقى. الشوربة دي برضو بتخلت الرز في حتة تانية ما شاء الله، طعمه تحفة، لان الشوربة كويسة وسمينة كده وحلوة. فخلت الرز حلو يعني وطعمه لذيذ ما شاء الله. هحط بقى القعد بتاعه، هظبط القعد بتاعه. طبعا الشوربة عليها ملح، مش هحط ملح بقى خلاص، لان انا ايه حطيت الملح للشوربة وللفراخ فخلاص يعني. هحط كده اظبط القعد بتاعه واغطي عليه بقى ايه، واسيبه ايه لحد ما يستوي كده ويتشرب المية بتاعته. هنا بقى هطلع الفراخ ايه، وهحطها في الفرن بقى ايه تتحمر من فوق ومن تحت كده. انا بحطها تحت الشواية، طبعا اللي حابب يحمرها في سمنة او في زيت براحته. بس انا بحب ادخل الفراخ تحت الشواية تتحمر يعني، علشان هي فراخ سمينة مش لازم لها اي حاجة يعني، لا بدهنها ولا اي حاجة. بدخلها تحت الشواية تاخد لون كده زي ما احنا شايفين. الرز ما شاء الله تحفة ومفلفل وطعمه تحفة خطير ما شاء الله. والفراخ برضو كده اخدت لون حلو كده تحت الشواية، ما حطيتلهاش ولا سمنة ولا اي حاجة، هي اخدت لون لوحدها كده. يعني وبتنشف بقى لو فيها سمنة ولا حاجة بتنزل منها كده ما شاء الله. شايفين الزور بتاع الفرخة عامل زي الممبراية كده ما شاء الله، والفراخ مستوية وتحفة. جربوا الطريقة بقى وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.